اكتر مكان دخلته في حياتي بيعمل بطاطس، اكتر مكان. عمرك شفت كمية الفرايز اللي قدامك دي في اي مكان تاني؟ او حتى كمية التشيز برجر اللي على الفحم دي؟ سيبك بقى من ريحته اللي مجوعاني دلوقتي وانا بكلمك. شفت حد بيحط كمية الصوصات والمايونيز والفرايز بالبركة كده في اي مكان تاني؟ ده كوم وخلية النحل اللي شغالة من الشباب كوم تاني. تعال معايا بقى النهاردة عشان خاطر اعيشك تجربة مختلفة جدا. بيقولوا في عربيه اسمها ريبابليك برجر، العربيه دي بيقولوا انها بتعمل احسن برجر في مصر في الستريت فود على الاطلاق. فقلنا نعدي ونشوف كده العربيه ديت بتقول ايه. فاحنا هنروح دلوقتي، الاشاره فتحت يا جماعه. فاحنا هنروح دلوقتي عشان خاطر نجرب الريبابليك برجر ستريت فود، يا ترى حلو ولا لا. بالاضافه ان احنا كمان هنجرب هل فعلا ممكن حد يبقى عنده تراك في الشارع كده ويعمل حاجه جامده ولا لا. زي ما بيقولوا كده دي الهيدن جيم الجديده اللي موجوده، بس ده ما بقاش هيدن جيم خلاص، بقى جامد جدا يعني. فدي رايحين وهنجرب ويلا بينا. وصلنا عند عربية ريبابليك برجر في شارع مصر السودان في حدائق القبة جنب صيدلية العزبي بالظبط. وطبعا بعد صراع على ركنة جميلة لقينا ركنة أخيرا ونزلنا عشان خاطر نشوف المكان. المكان يا جماعة كان زحمة جدا، زحمة جدا جدا، يعني زي ما انتوا شايفين كده الزحمة مش طبيعية. ندخل على المنيو وهو منيو بسيط جدا عبارة عن سندوتشين، يا إما بيف يا إما تشيكن، كل واحدة منهم فيها 6 حاجات بتختلف حسب الصوص اللي موجود فيها. وطبعا اشهر ساندوتش عنده هو الول دول، فاحنا جبنا واحد بيف وواحد تشيكن. الواحد كان عامل 65 جنيه وقت تصوير الفيديو، الله اعلم هيبقى بكام، محدش عارف الايام اللي جايه فيها ايه، ربنا يسترها علينا جميعا. طيب يا جماعه، هو في موقف غريب جدا حصل معانا. انا بسال على الاوردر اتاخر شويه، فلقيت مشهد البرجرز وهم بيترصوا والفرايز والحاجات دي عجبني وجوعني جدا، فقلت له انا عايز ادخل اصور الكلام ده. فقال لي انا الاونر اسمه عمرو. دخلت جوه، بيبدا كده يحط البن وبعدين يحط عليها الخس والبصل والمخلل وبعدها يحط عليها قطعه البرجر، وبتكون عباره عن 220 جرام وفيها من جوه تشيز، وبيديها يا باشا موزاريلا ستيك من فوقيها، وهوب على الصوصات بقى كاتشب ومايونيز، وعليهم من فوق البيف بيكن وشويه فرايز كتير بتاع 400 جرام فرايز بالبركه كده يا معلم. يملى الطبق فرايز عشان تشبع، ويروح حاطط عليها البنايه التانيه ويروح قافل العيش ويقفل الباك بتاعه ويديك حاجه في ايدك جميله جدا. دافع فيها 65 جنيه قبل ما اكل، انا واثق انها قيمه مقابل سعر. الناس دي يا جماعه من كتر الضغط بيقفلوا اكتر من 30 اوردر مع بعض زي ما انت شايف كده. ويلا بينا نجرب السندوتشات مع بعض. رحنا على العربية ونقول بسم الله. بدأت بالتشيكن وصراحة كان طعمه حلو جدا 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 جدا، والساندوتش يا جماعة مليان جميل جدا. مش عارف اقول ايه غير ان هو من اجمل السندوتشات اللي انا اكلتها في حياتي، حلو وتيستي ومشبع. البيف بقى حدوتة تانية، لان البيف كان جواه تشيز يا جماعة فكان بيمط. شايفين الجبنة يا ولاد اللذينه، وحاطين تحت بقى مخلل والصوصات والدنيا، ويلا بينا. صراحة ساندوتش ده أنا لازم أجربه تاني وتالت وعاشر، يعني على الأقل هعدي عليه مرة في الشهر. صراحة تيست ممتاز وطعمه حلو. أتقول أديله كام؟ أديله 9 من 10. عنده مشكلة صغيرة بس في الباكينج، وعنده مشكلة تانية في البن، العيش اللي تحت اتهربد والله العظيم، لكن السعر يغفر كل الكلام ده.